مساء النور على متابعيني الحلوين. النهارده هنعمل مع بعض كيكه البرتقال في الخلاط بطريقه سهله وبسيطه. خليكم معايا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنحط البيض. معايا هنا 3 بيضات بحراره الغرفه، ومعايا كوبايه سكر، ومعايا فانيليا بالبرتقال. هنحطهم مع بعض ونضربهم في الخلاط كويس جدا. دلوقتي يا حبايبي هنحط 3/4 كوبايه زيت، وكوبايه برتقال، وهنضربهم في الخلاط تاني. هنا معايا 3 كوبايات دقيق، هنحط عليه كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف. بعد كده هننزل بالمقادير اللي ضربناها في الخلاط كلها مع بعض واحده واحده. واحنا وبننزل بنقلب بالمضرب. طريقه سهله وبسيطه ومن غير اي تكاليف. تعملي حاجه حلوه في بيتك وبالهنا والشفا على قلبكم. وبعد كده نضرب بالمضرب كده اهوت بايدينا كويس بحركه واحده باتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين قوام الكيك اهو، زي ما انتم شايفين تحفه. ان شاء الله يطلع معاكم مظبوط وتطلع معاكم كيكه تحفه وخطيره. بعد كده هنجيب زيت ونرش كده اهوت. لازم نرشها كويس ونبطنها كويس جدا بالدقيق، عشان اي حد بيشتكي ان الكيكه بتلزق منه، لا لازم تدهن كويس قوي وتترش كويس قوي. وهنعفرها بالدقيق. والزياده ده هنشيله على جنب مش هنرميه. بعد كده هننزل مقادير الكيكه في القالب. عايزاكم كلكم تجربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا وهتطلع معاكم كيكه ناجحه جدا وهشه واسفنجيه وخطيره. الكيكه اهي بعد ما خلصت هندخلها الفرن على درجه حراره 180 وما نفتحش عليها عشان ما يخشش هوا الفرن.